شير الفيديو ده مع صحابكم لو بتحبوا المسلسلات الكوري. عايزين تتفرجوا على مسلسلات كوري ومش عارفين تبداوا منين؟ تعالوا اقول لكم بقى على ماي فيفورت كي دراما لكل نوع، واخر مسلسل ده اكتر واحد جنني. لو عايزين حاجه رومانتك فلازم تتفرجوا على كراش لاندنج اون يو. المسلسل ده حلوه حلاوه مش طبيعيه. قصته باختصار ان واحده من عيله غنيه جدا بتعمل باراجلايدنج، وفي مره حصلت لها حادثه وقعت فوق الاراضي بتاعه كوريا الشماليه، وبتقابل بقى ناس من كوريا الشماليه وبتعيش معاهم، وفي واحد بتقع في حبه وبيحصل تطورات كتيره جدا. ومش عايزه احكي لكم اكتر من كده، انتوا لازم تتفرجوا على المسلسل ده. انجوي الاغاني والقصه عشان هي بجد خطيره، بجد تحفه. وعايزه اقول لكم ان الابطال بتوع المسلسل ده في الحقيقه متجوزين. لو بقى بتحبوا المسلسلات اللي بتتكلم عن السايكولوجي والمشاكل النفسيه وفي نفس الوقت ما يبقاش مسلسل تقيل ويبقى خفيف ولذيذ وكوميدي، يبقى اتفرجوا يا جماعه على كلمي هلمي. البطل بتاع المسلسل ده اسمه جي سونج، والبطل ده اكتشفت ان هو هو يا جماعه مش طبيعي. هو ما فيش مسلسل اتفرجت له من غير ما انبهر بمسلسله او بانبهر بتمثيله. بجد كل مره بتبقى قصه احلى من التانية. قصته بقى بتتكلم عن واحد غني وهو وريث شركه من الشركات الكبيره الموجوده في كوريا، وبيطلع ان هو عنده مرض اسمه DID او اضطراب الشخصيه التفرقي، حاجه كده شبه الانفصام في الشخصيه شويه، بس هو شخصيته بتقدر تتقسم هو 7 شخصيات في شخص واحد. وعشان هو حد مهم ومعروف جدا وهو الوريث الوحيد، فبيعينوا له دكتوره متخفيه تبقى هي اللي معاه ومتابعه معاه الحاله بتاعته، عشان لو حصل له اي حاجه تبقى هي اللي موجوده. بس بتبقى موجوده كانها بقى السكرتيره، كل الناس عارفه انها السكرتيره، بس هي اصلا الدكتوره اللي متابعه حالته، لو حصل اي حاجه تلحقه بدري بدري. بيحصل بقى ان هما بيقعوا في حب بعض وبيحصل تطورات كتيره جدا، وبنعرف بقى في الاخر ايه سبب التروما اللي خلت عنده المرض ده. فالمسلسل بقى دراما على رومانتك على كوميدي على ميديكال، فهو كومبو كده لذيذ قوي في بعض. ويا جماعه لما تتفرجوا عليه لازم تركزوا في شخصيه يونا، عشان دي بجد اكتر شخصيه حبيتها في المسلسل كله. لو عايزين بقى تموتوا من الضحك يا جماعه فلازم تتفرجوا على مسلسل مستر كوين. وده باختصار عباره عن قصه شيف كان بيشتغل في البلو هاوس الرئاسي، وبعد كده بيصحى بيلاقي روحه في جسد ملكه في عصر جوسن. وعصر جوسن لو انتم مش عارفين فده عصر من العصور القديمه، فبتشوفوا بقى ان فجاه حد في المودرن لايف اللي احنا عايشين فيها فجاه رجع بالزمن لورا، ولابسين بقى اللبس بتاع عصر جوسن واللبس بتاع الكالتشر الكوريين القديمه في الايرا دي. فبجد المسلسل يضحك جدا، حلو جدا، بيقعدوا يعملوا ريسيبيز واكل، لو حد برضو بيحب الاكل او كده هينبسط قوي بالحاجات اللي عملوها. وبجد المسلسل ده حرفيا انا كنت بقعد اضحك كميه ضحك مش طبيعي. وبطلة المسلسل ده انا بحبها جدا جدا جدا، وكل المسلسلات اتفرجت لها عليها بجد ابدعت فيهم كلهم. لو بقى ليكوا في الخيال العلمي والحاجات اللي كلها خيال في خيال فلازم تتفرجوا على Alchemy of Souls. المسلسل ده تصوير، اخراج، تمثيل، كل حاجة حرفيا فيه مش طبيعية. والمسلسل ده من حلاوته انا بعد ما خلصته قعدت مثلا شهر او شهرين مش قادرة اتفرج على الاقل ايه مسلسل كوري تاني، من كتر ما انا مش لاقي حاجة على نفس الليفل بتاع Alchemy of Souls اللي هي كيمياء الارواح. المسلسل بقى قصته باختصار على نوع من انواع السحر المحرم اللي هو اسمه كيمياء الارواح. وده عبارة عن ان واحد بيبقى عنده القدرة بيعمل سحر، وعنده القدرة ان هو يحول الروح بتاعته تبقى في جسد حد تاني. فهو القصه كومبليكيتد شويه، بس انتوا لما تتفرجوا على المسلسل يا جماعه هتفهموا قد ايه المسلسل يجنن ودماغه خطيره. وهو بيتكلم بقى ان واحده من الناس المقاتلات المعروفين والاقوياء قوي ان هي تحارب حد، حاربت خسرت، بس لحد ما قدرت انها تنقذ الروح بتاعتها، فالروح بتاعتها راحت في جسد حد ضعيف قوي. وبيحصل بقى تطورات كتير وحاجات كتير، ومش عايزه احكي لكم اكتر من كده لان هو في تفاصيل كتيره جدا انتوا لازم تتفرجوا عليها، عشان مش عايزه احرق لكم احداث اكتر من كده. ولو اتفرجوا عليه قولوا لي رايكم. اخر حاجه بقى لو ليكوا في الجريمه والاثاره فلازم تتفرجوا يا جماعه على مسلسل ماوس. والمسلسل ده حرفيا جنني. انا وانا بتفرج عليه انا كنت كل شويه بعمل بوز للحلقه واقعد كده ارتب افكاري هو ايه اللي انا اتفرجت عليه. والمسلسل ده فيه كميه بلوت تويست مش طبيعيه. هو عباره عن واحد قاتل متسلسل، واحنا بنقعد طول المسلسل بنحاول نعرف مين القاتل. مسلسل شيق جدا، معمول حلو قوي، unexpected. انا بحب الحاجات دي وبحب الحاجات غير متوقعه، ما بحبش ابقى متوقعه المسلسل او ابقى عارفه ايه اللي هيحصل فيه، فان هو يخليني ابقى مش متوقعه واقعد افكر
وكده. انا بحب المسلسلات دي ايه قوي قوي قوي. بحب حاجات الجريمه، بحب حاجات الاثاره، بحب حاجات الكرايمز والسيريال كيلرز. فلو انتوا نفس الحاجات دي بتحبوها فبجد هتنبسطوا قوي 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 من ماوس. قولوا لي بقى حابين في الفيديو الجاي ارشح لكم مسلسلات نوعها ايه، وقولوا لي اتفرجتوا على كام مسلسل من اللي انا قلت لكم عليهم.